واللي يقول لك رامز مش جاي السنه دي قول له تعالى كل زبادي. الحماس بيزيد حوالين برنامج رامز جلال لموسم رمضان 2026، وحلقة النهاردة نعرفكم قائمة الضحايا الرسمية اللي هنشوفها في برنامج رامز جلال لموسم رمضان 2026، وكمان هعرفكم كل الأسامي الرسمية اللي هنشوفها مع رامز جلال في البرنامج. بس ياريت في بداية الحلقة ما تنسانيش باللايك والاشتراك، وكمان تفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك منه كل جديد. ويلا بينا نبدأ حلقتنا، خلونا نبدأ حلقتنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. امبارح يا صاحبي نزل لنا بوستر برنامج رامز جلال التشويق، واللي كلكم عارف متحمسين للبوستر الرسمي، واحب اقول لك ان انت انتظر البوستر الرسمي، وكمان هيكون في حلقة مخصوصة هكلمك عن الموعد الرسمي اللي هينزل لنا في البوستر الرسمي. ولكن حلقة النهاردة زي ما عرفتك في المقدمة انها عن ضحايا البرنامج اللي هنشوفهم بشكل رسمي. ويلا بينا نبدأ بأول ضيف هيكون معانا في البرنامج في الموسم الرمضاني 2026، واللي هنتكلم عن نجوم كرة القدم الاول اللي هنشوفهم في البرنامج. واللي هنبدأ بالنجم احمد السيد زيزو لاعب نادي الاهلي يا صاحبي، واللي بشكل رسمي هنشوفه مع رامز جلال في الموسم الرمضاني 2026، واللي بالفعل صور حلقته مع رامز جلال في البرنامج الجديد. واللاعب اللي بعد كده واللي هيكون امام عاشور لاعب النادي الاهلي برضه يا صاحبي، واللي بالفعل صور حلقته مع رامز جلال من ايام يا صاحبي قبل ما رامز جلال ينتهي من تصوير البرنامج كله. وبشكل رسمي هنشوف النجم امام عاشور في البرنامج. فتعالوا نخش على اللاعب اللي بعد كده، واللي هيكون ياسر ابراهيم لاعب النادي الاهلي، واللي بالفعل هنشوفه في البرنامج كضحية في الموسم القادم 2026، واللي بشكل رسمي صور حلقته مع رامز جلال يا صاحبي خلال فترة تصوير البرنامج. فتعالوا نخش على اللاعب اللي بعد كده، واللي هيكون محمد الشناوي حارس المرمى، واللي بالفعل صور حلقته مع رامز جلال. وبشكل رسمي هنشوف محمد الشناوي الحارس طبعا اللي كلنا عارفينه واللي كان ترند في الايام الاخيره ديت، هنشوفه بيصور مع رامز جلال في البرنامج في الموسم القادم 2026. فتعالوا دلوقتي نخش على اللاعب اللي بعد كده، واللي هيكون محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الاهلي، واللي بشكل رسمي هنشوفه في برنامج رامز جلال للموسم الرمضاني 2026، وده بشكل رسمي عامه، والكلام ده احنا متاكدين منه. فتعالوا نخش على اللاعب اللي هيبقى معانا بعد كده، واللي هيكون النجم العالمي كريستيانو رونالدو. احب اقول لك ان في كلام كتير على مشاركة النجم كريستيانو رونالدو في برنامج رامز جلال للموسم الرمضاني 2026. احب اقول لك ان الكلام ده بنسبة 50%، لان البرنامج طبعا بيتصور في السعودية، فممكن نشوف النجم كريستيانو رونالدو في البرنامج في الموسم الرمضاني 2026. وهعمل لك حلقة مخصوص عن الموضوع ده، وكمان هأكد لك بإثباتات رسمية. وبس كده اكون عرفتك كل لاعيبة الكورة اللي هتشارك في البرنامج. فتعالوا نخش على النجوم اللي معانا في حلقة النهاردة، واللي هنبدأ بالنجم محمد رمضان، واللي بشكل رسمي هنشوفه في البرنامج في الموسم الرمضاني 2026، واللي بشكل رسمي صور حلقته مع النجم رامز جلال يا صاحبي. واللي حلقة محمد رمضان كلنا متعودين انها بتكون حلوة جدا، لان بيكون ردة فعله على المقلب حلو جدا، وكمان بيكون بيضرب رامز بخشم. فتعالوا نخش على النجم اللي معانا بعد كده، واللي هيكون النجم احمد السقا، واللي بالفعل صور حلقته مع النجم رامز جلال يا صاحبي للموسم ده كمان، واللي شفناه في الموسم الاخير واللي قبله طبعا يا صاحبي، وصور مع رامز جلال الموسم ده كمان. وبشكل رسمي هنشوف النجم احمد السقا مع رامز جلال في البرنامج. فتعالوا نخش على النجمه اللي معانا بعد كده، واللي هتكون النجمه هيفاء وهبي، واللي بالفعل هنشوفها ببرنامج رامز جلال لموسم رمضان 2026 يا صاحبي، بعد اخر مشاركه ليها، واللي شاركت مره واحده مع رامز جلال، واللي كان في برنامج رامز عن خامون، وكلنا شفنا رد فعلها على البرنامج اللي طبعا عملت رد فعل جامد جدا. ومره تانية هتشارك في البرنامج الجديد لرامز جلال في موسم رمضان 2026. فتعالوا نخش على النجم اللي معانا بعد كده، واللي هيكون النجم ماجد المصري، واللي بشكل رسمي هنشوفه ببرنامج رامز جلال لموسم رمضان 2026، والحته ديت احنا متاكدين منها. فتعالوا نخش على النجم اللي معانا بعد كده، واللي هيكون النجم احمد فهمي، واللي صور في برنامج رامز جلال حلقاته للموسم الرمضاني 2026. وبشكل رسمي هنشوف احمد فهمي في البرنامج يا صاحبي من جديد مع رامز
جلال لموسم رمضان القادم. فتعالوا نخش على النجم اللي هيبقى معانا بعد كده، واللي هيكون حمو بيكا، واللي تعودنا ان احنا نشوفه في برامج رامز جلال في كل سنة عامة، لان حمو بيكا رد فعله بيكون كوميديان جدا على البرنامج، وحلقاته بتكون من حلقات الكوميديا جدا اللي بيبان فيها الرعب بتاع المقلب في كل موسم. فتعالوا نخش على الضحية اللي معانا بعد كده، واللي هتكون النجمة فيفي عبده، اللي بشكل رسمي هنشوفها في البرنامج كضحية للموسم القادم كمان يا صاحبي، لان تعودنا عليها في برامج رامز جلال انها بتكون مشاركة معانا في كل سنة. فتعالوا نخش على الضحية اللي بعد كده، واللي هتكون النجمة وفاء عامر، واللي بشكل رسمي صورت حلقتها مع النجم رامز جلال يا صاحبي، واللي بشكل رسمي هنشوفها في البرنامج. فتعالوا نخش على الضحية اللي معانا بعد كده، واللي هتكون النجمة يارا السكري، واللي بشكل رسمي صورت حلقتها مع النجم رامز جلال، وكمان هنشوفها في برنامج رمضان 2026. فتعالوا نخش على الضحية اللي معانا بعد كده، واللي هيكون النجم عمرو سعد، واللي بشكل رسمي هنشوفه في البرنامج لموسم رمضان 2026. بحب اقول لك ان رد فعله على البرنامج وعلى المقلب هيكون قوي جدا، لان برنامج رامز السنة دي صعب جدا عامة. فتعالوا نخش على الضحية اللي معانا بعد كده، واللي هيكون النجم دياب، واللي بشكل رسمي هنشوفه في برنامج رامز جلال لموسم رمضان 2026. فتعالوا نخش على الضحية اللي معانا بعد كده، واللي هيكون النجم محمد انور، واللي صور حلقاته مع رامز جلال يا صاحبي، وده بشكل رسمي، والكلام ده احنا متأكدين منه، وهو هيكون مشارك مع رامز جلال في المقلب الجديد في الموسم القادم. بحب اقول لك ان احنا كده وصلنا نهاية حلقتنا، ودول كل الضحايا اللي انا اتأكدت ان هم موجودين في البرنامج مع رامز جلال لموسم رمضان 2026. وانتظرني في جزء تاني للحلقة ديت، هكون جمعت لك ال30 ضحية اللي هيشاركوا في البرنامج. فما تنسانيش باللايك والاشتراك، وكمان تفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك منه كل جديد. ونشوفكم في حلقات قادمة هنا على نفس القناة، وسلام يا صاحبي. اول حاجة كده في بداية حلقتنا لما نفتح البوستر هنلاقي ان رامز جلال لابس لنا قميص جلد احمر وكمان اصفر يا صاحبي في اللون الاصفر. احب اقول لك ان القميص ده بيدل على حاجات كتير جدا، ان رامز جلال راجع لنا بفكرة قوية جدا، وهنشوف على كتفه يا صاحبي قرد، والقرد ده هيكون هو الزميل لرامز جلال بدل الحيوانات، واللي شفنا مع كلب قبل كده وحاجات كتير جدا. فاحب اقول لك ان القرد ده هيكون زميل رامز طول البرنامج، واللي هنشوفه في كل حلقة. وكمان عرفنا يا صاحبي ان اللون شعر رامز جلال الرسمي هو اللون البرتقاني يا صاحبي، وده بنسبة 100%، وخلاص اتأكدنا. وهنشوف الرسمة اللي على شعر رامز، واحب اقول لك ان الرسمة دي بتدل على حاجات كتير جدا، وهي ان الرسمة دي رسمة نار يا صاحبي. الرسمة دي بتأكد لنا ان البرنامج السنة دي قوي جدا، وكمان هيكون مرعب جدا. وكمان شفنا ديو اللي عاملة مسدس على دماغه من فوق يا صاحبي، ودي تأكد ان رامز جلال حرفيا هيرعب الضيف السنة دي، والضيف هيكون مرعوب طول حلقات البرنامج السنة دي يا صاحبي. انتظرونا طبعا في حلقات جاية، هعرفك البوستر الرسمي للبرنامج، وكمان هعرضه لك هنا على القناة. بس انت انتظر مني الحلقات لانها هتكون حلقات قوية جدا. فانزل اعمل لايك للفيديو ده وتشترك معنا في القناة، وكمان تفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك منه كل جديد. ونشوفكم في حلقات قادمة هنا على نفس القناة، وسلام.